أماك فلان أي صغار بورك القبايل. فرخة عطاس إمي ليك إلوان. ذا شو إذراي وأذكر في كالة عدان أد مسلاير ذا قبايليت وهاني وفي الوعد. ولكن ما قلتوليش ذا شو إذراي. واش تقولوا؟ بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. أنا باز الحمد لله. المهم بذلت مجهود كبير وسأبذل مجهود إن شاء الله. المرة الجاية سأتكلم أكثر باللغة الأمازيغية وباللغة القبائلية إن شاء الله. بارك الله فيكم. أيها الإخوة الأفاضل، بهذه المناسبة لابد أن نعبر لكم، وهذه أول مرة أزور بلدة من بلداتنا ومدينة من مدننا في منطقة القبائل، لأهنئكم بكون اللغة الأمازيغية أصبحت لغة رسمية. وإحنا هذا الدستور ما استعرفناش به تماما إلا هذه برك اللي عجبتنا. بالرغم من أن الذين وضعوها في الدستور وضعوها من أجل التلاعب السياسي، لأن النظام السياسي حينما أراد تغيير الدستور حافظ على أركان الحكم، حافظ على المواد التي لا تسمح بالتغيير، حافظ على المواد التي كانت موجودة في الدساتير الماضية التي لا تسمح بالإصلاح ولا تسمح بالتغيير، حافظ على المواد التي تمكنه من الاستمرار في الحكم، التي من بينها طبيعة النظام السياسي، وقد تحدثنا طويلا في هذا الموضوع ولا أريد أن أعود إليه، كون أن هذا النظام هو نظام يشبه الملكية المطلقة على مونارشي أبسولي نتاع القرون الوسطى، حيث يكون الملك عنده كل الصلاحيات ولكنه لا يحاسب، هو مقدس. هذا هو التيراندي. ما نسمحوا لكمش في حركة المجتمع السن أنكم تزايدوا علينا ولا تزايدوا على الجزائريين. زايد على جبهة التحرير كبراس، تزايد على جبهة التحرير زايد بينك بينهم ما عنده ما دخلنا. تحب تزايد على أي حزب واحد آخر زايد، بس والله لا نسمحوا لك تزايد علينا، والله تزايد على الجزائريين، لأن اللي يوقف لي حركة المجتمع السن. من اتخذ القرار لما عامين وإحنا نحاولوا نصلحوا بين الجزائريين، حتى المصالحة حبوا يسقوها لنا، بعض الربوع جاونا من بعد خلاص جاونا قال لك المصالحة، نساو شكون اللي كانوا واقفين في التسعينيات، وشكون اللي أسسوا مجموعة 7+1 و8 ومشروع الصلح ومشروع السلام وغير ذلك، من أجل التقريب بين الجزائريين، من أجل التقريب بين الجزائريين. رحنا سنتجيد ولقينا باللي ما توصلش، انسحبنا، رحنا للجنة الحوار الوطني اللي دارها النظام السياسي، انسحبنا لأن لقيناها ما توصلش في تقريبا عام واحد، منهج واحد. قلنا يا جماعة ما كانش، لا توجد فرصة، يا جماعة هذو يتلاقاو، إذا شو الحل؟ نرجعوا للشعب. فرجعنا في 95 للشعب. وين كنتوا انتم يا جماعة الأراضي لما حركة مجتمع السن اختارت إعادة الكلمة للشعب وبناء المؤسسات على أساس إرادة الشعب؟ وين كنتوا؟ بعد تجي اليوم تزايد عليا تقول لي بلي نهز الكلاش، يهز الكلاش الجزائريين. أما أنك وقفت في واحد المحنة، لم تقف في واحد المحنة، بالعكس المشروع اللي دفعت من أجله حركة مجتمع السلم 400 شهيد بدعمها لإعادة بناء مؤسسة الدولة. نحن نفرق بين النظام السياسي الذي نعارضه والدولة التي إذا سقطت تصيرنا كما ماذا؟ قولوا لي. كما سوريا زيدوا، العراق زيدوا، ليبيا زيدوا، اليمن زيدوا، من قبل الصومال ولبنان وغير ذلك ورواندا وغير ذلك. احنا نفرقوا بكل مسؤولية
بين الدولة التي هي نتاع الجميع ما يتحتب حتى واحد، وكثر خير الشهداء والمجاهدين هم وحدهم اللي يقدروا يمزيوا علينا، يقدروا يمنوا علينا، وحدهم الشهداء وحدهم يقدروا يمنوا علينا.